ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هناخد حاجه صغيره في سي بلس بلس بس مهمه جدا. النهارده هنتكلم عن السويتش ستيتمنت، يعني بدل ما هتقعد تكتب اف والس اف كتير، في طريقه اسهل واوضح. طيب بص يا سيدي، تخيل انت عندك دلوقتي برنامج بيطلب من اليوزر ان هو هيكتب رقم من 1 ل7، وعلى حسب الرقم ده هناخده انبوت. طبعا على حسب الرقم ده هنطلع اسم اليوم على حسب الرقم اللي اليوزر هيدخله. تمام. فانا دلوقتي لو عملتها بالاف هتتكتب ازاي؟ اف مثلا خلونا نكتب انت داي بيكوال 1، وهتبقى اف الداي ده بيساوي الواحد، ونعمل كيرلي بريسز ونخش على else if. طيب لو الداي ده بيساوي 2، ونكتب الكيرلي بريسز اللي هيبقى فيهم الكود، وهكذا لحد لما يكون الداي بيساوي 7. طب هل ده يعني منطقي اسطر كود كتيرة وملهاش لازمة ان هي تبقى كتيرة كده؟ ففي الحالة دي انا بستخدم ايه؟ بستخدم السويتش. تمام. بتخلي الكود اسهل في القراءة وشكله عملي اكتر. طيب السنتكس بتاع السويتش ده بيتكتب ازاي؟ اول حاجة هكتب كلمة سويتش، تمام، وبعد كده افتح قوسين عندي احط فيهم الفاريبل اللي انا هتشيك عليه اللي هو الدي. تمام. بعد كده اعمل كيرلي بريسز وابدا احط الكيسز بتاعتي. طيب الكيسز دي بتدل على ايه؟ كل كيس عندي منهم او كل حالة بتمثل قيمة معينة للمتغير ده. يعني الكيس مثلا فيها المتغير مرة بواحد، وكيس لو المتغير باتنين، وكيس لو بتلاتة، وهكذا لحد 7. وطبعا لو المتغير يساوي القيمة اللي هي في الكيس اللي عندي، الكود اللي جوه الكيس هيبدأ يتنفذ. طيب هنجرب كده مثال بسيط عشان بس نشوف السويتش لما تتنفذ هيبقى شكلها ايه. هنكتب هنا كيس 1 مثلا، هو عندي متغير فانا بدخله لو في حالة ان هو مثلا الديت ده ب1، واعمل كولون. تمام. وابدأ اكتب الكود اللي هيحصل لما يكون الدي ده ب1 في الحالة دي. تمام. فاقول له مثلا سي اوت ساتردي. تمام. ممكن نعمل باك سلاش ان. جميل. وابدأ اكتب كيس 2 كولون، اعمل سي اوت مثلا ساندي باك سلاش ان. والديفولت مش هنكمل الاخر دلوقتي عشان بس مثال بسيط يعني. مثلا سي اوت invalid day باك سلاش ان برضو. تمام. هو انا دلوقتي عندي هو ب1، فهنجرب نرن كده. طلع لي سطر دي عشان الدي عندي كان ب1. تمام. طيب لو حد خد باله، انا بكتب بعد كل مثلا كود في الكيس اكتب بريك. انا ليه بكتب كلمة بريك دي؟ عشان انا لو ما كتبتش بريك دي الكود هيكمل ينفذ اللي بعده حتى لو الشرط اتحقق في الكيس دي. تمام. يعني خلينا نجرب كده نشيل البريك دي ونشوف هيطبع ايه. الدي عندي ب1، فطبع لي سطر دي حقق لي الشرط، وبعد كده راح على الساندي طبعها وما كملش طبعا للديفولت عشان حاطه في ساندي بريك. تمام. وده اللي عندي بيسمى بالفول ثرو بيهيفير. اوكي. طيب هنرجع البريك بقى. بعد ما بخلص الكيسز بتاعتي اخر حاجه بحط الديفولت. الديفولت دي بتتحط ليه؟ هي دلوقتي مهمتها ان لو الكيسز اللي عندي ما تنفذتش ابدا ابص الديفولت دي فيها ايه. يعني دلوقتي انا محدده مثلا في الكيس بتاعتي ان لو دخل لي 1 او 2، لو انا دخلت 3 يبدا يبص على الديفولت. تمام. زي الالس كده في else if، اللي هي اف ستيتمنت، يعني اللي هو كان بيبقى فيه اف else if. بعد ما اخلص else if بتاعتي ابدا ابص بقى اللي هو لو خلاص حاله غير الحالات اللي انا ببص عليها else. تمام. فهي الديفولت دي نفس المبدأ. فانا دلوقتي عندي مثلا لو دخلت له دلوقتي الدي ب3،
هيبص على الكيسز اللي عنده مش هيلاقيها، فيبدأ يطبع invalid day. تمام، طبع لي invalid day. طيب يلا نعمل مع بعض برنامج صغير كده. هخلي اليوزر يدخل لي رقم من 1 ل3، وعلى حسب الرقم اللي هيدخله اطلع له مشروب. تمام، هنعمل مثلا enter choice. تمام، وهقول له cout enter number مثلا من 1 ل3. سوري، من 1 ل3. جميل. cn هاخد منه choice. بعد كده ابدا اعمل السويتش بتاعتي. switch هاخد الفاريبل اللي هتشيك عليه choice curly braces. احط الكيسز بتاعتي case 1 cout مثلا t \n، والبريك اوعوا تنسوها case 2 cout مثلا coffee. بريك وكيس 3 مثلا اقول له جوس. \n. ماشي، وعندي اخر حاجة هتبقى الديفولت. ما انساش البريك. اوكي، default اقول cout invalid choice. تمام كده. طبعا لو دخلت 1 هيطلع لي تي، 2 كوفي، وهكذا. مثلا خلونا نجرب رقم 2 ونشوف لما يطلع لي كوفي. تمام، طلع لي الكوفي. اوكي، يعني ما تعقدش الدنيا بقى وتكتب اف وإلس اف لو عندك اختيارات كتيرة وكده. واستخدم سويتش، الكود هيبقى انضف واسهل في القراءة وشكله عملي اكتر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتكتب لي في الكومنتات لو ما فهمتش حاجة معينة او اي سؤال حابين تسألوه. واهم حاجة تجربوا بنفسكم وتكتبوا اكواد بنفسكم، عشان التدريب هو اللي هيعلمكم مش بس الشرح.